يا اهلا بيكم في فيلمنا الجديد اللي بعنوان Elemental. فيلم لسه طازه من انتاج 2023، وخلي بالك علشان كل النقاد قالوا انه غالبا ضامن جايزه احسن فيلم انيميشن. فقبل ما نبدا فيلمنا عايزك تجهز فشارك ويلا نشوف الفيلم ده بيقول ايه. اولا كده علشان نبقى متفقين، الفيلم ده بيتكلم عن مدينه متقسمه مجموعات، كل مجموعه تبع عنصر معين، اللي تبع النار واللي تبع الميه وكده يعني. المهم بقى بتبدا احداث الفيلم بزوجين من عنصر النار، وبنعرف انهم هربوا من مدينتهم وراحوا علشان يعيشوا في مدينة العناصر. الدنيا هناك برضو اهدى شوية مش زي المدينة بتاعتهم. لما بيروحوا مدينة العناصر علشان يبدأوا حياة جديدة ويوصلوا اخيرا لضابط المطار اللي بيستقبلهم وبيلاقي صعوبة في انه ينطق اساميهم، وعلشان كده بيقرر ان اساميهم هتبقى بيرني وسيندر بدل ما يفضل ينطق اساميهم في نص ساعة. لما بيدخلوا المدينة بيكونوا مستغربين من كل حاجة حواليهم لان دي اول مرة يطلعوا بره مدينتهم، وكمان بيعرفوا ان عنصر المية هو المسيطر على المدينة، وده طبعا معناه انهم مش مرحب بيهم هناك لانهم من النار اللي اكيد دايما بتكون ضد الميه، مش محتاجه يعني. علشان كده لما بيفضلوا يدوروا على بيت يسكنوا فيه محدش بيرضى يأجر لهم اي بيت علشان بيكونوا خايفين انهم يتسببوا في حريقه تبوظ المدينه وتدمرها. في الاخر لما بيفقدوا الامل بيرني بيتصرف وبياخد زوجته سيندر وبيسكنوا في بيت قديم مهجور، وهناك سيندر بتولد بنتهم وبيسموها امبر. وبيبدا بيرني يظبط البيت وبيحاول يخليه افضل لاسرته، وبيقدر هو وزوجته وكمان بنته الصغيره يحولوا البيت ده لمتجر جميل وبيسموه متجر النار، اللي بنعرف انه متجر النار الوحيده في المدينه كلها. وبنشوف بيرني وهو بيتكلم مع بنته وبيعرفها انه قريب هيسلمها اداره المتجر لما تكون جاهزه. وبيعدي الوقت وبيجي وقت التخفيضات السنويه، وبنعرف ان هو ده الوقت اللي بيرني بيستعد فيه علشان يسلم اداره المتجر لبنته، وخصوصا بعد ما شاف انها بقت جاهزه وكمان بقت بتقدر تتحكم في غضبها اكتر مع الزباين. امبر لما بتعرف انها خلاص هتدير المتجر بتحضن ابوها، وكمان بتوعده انها عمرها ما تغزله وبتنام بدري علشان تستعد لتاني يوم اللي بنعرف انها تستلم فيه اداره المتجر. وتاني يوم بتصحى امبر من النوم وبتستعد لليوم وبتجهز المتجر بتاعها، وبيبدا الزباين يدخلوا. لما بيكون المتجر زحمه بتبدا امبر تتنرفز، لكنها بتفكر نفسها انها تبقى مديره المتجر ولازم تتحكم في اعصابها اكتر من كده، لكن ضغط الشغل بيزيد عليها علشان كده بتنزل تطلع غضبها في القبو بتاع المتجر. وللاسف غضبها بيخرج نار كتيره بتخلي مواسير الميه تنفجر، وبيحصل تسريب بيغرق القبو بتاعهم، ومش بتقدر امبر تسيطر على التسريب ده. وفجاه بيظهر واحد من عنصر الميه بنعرف ان اسمه ويت. وقتها امبر بتستغرب جدا وبتساله انت ازاي جيت هنا. وقتها ويت بيرد عليها وبيقول لها انه كان بيشوف سبب التسريب من الناحيه الثانيه من النهر، لكن اتسحب بسبب الميه الكتير ولقى نفسه فجاه في قبو المتجر بتاعه. وبعدها ويت بيتكلم مع امبر وبيعرفها انه مفتش المدينه وانه كتب مذكره في الملاحظات بتاعته لازم بسبب التسريب ده المتجر بتاع امبر يتقفل. وقتها امبر بتنفعل جدا وبتجري وراه وبتحاول تحرق النار بتاعتها المذكرات بتاعت ويت، لكن ويت بيفلت منها. بس بيسمع امبر بعد كده وهي زعلانه وخايفه انها ترجع لابوها ويتعرفوا انها بمجرد ما استلمت المتجر كانت السبب في اغلاقه. علشان كده ويت بيرجع لها وبيقول لها انا مش عاوزك تزعلي، وكمان انا هخليك انت بنفسك اللي تروحي قدام القاضي علشان تترافعي عن قضيتك. وقتها امبر بتروح للقاضي، لكن بسبب كلام القاضي امبر بتتنرفز جدا وبتحرق جزء من مكتب القاضي بالنار بتاعتها. علشان كده القاضي وقتها بيصدق على مذكره ويت وبيعرف امبر ان المتجر بتاعها هيتقفل خلال اسبوع بالكتير. وفعلا لما امبر بترجع بتلاقي المتجر مقفول، وابوها بيحاول يصلح التسريب بتاع المواسير، وامها بتتكلم معاهم وبتقول لهم ما تخافوش احنا اكيد هنعدي الازمه دي زي ما عدينا ازمات كتيره. وقتها امبر بتستغرب وبتسال امها ايه الازمات اللي احنا عديناها قبل كده. وقتها امها بتبدا تحكي لها وبتعرفها انهم مشوا من مدينتهم القديمه بسبب ان الحياه فيها بقت وحشه، وان الناس زمان كان في بينهم لهب ازرق بيربطهم ببعض ومخليهم بيحبوا بعض، ولكن في يوم حصلت عاصفه كبيره خلت الناس خسرت حاجات كتيره وخسرت اللهب الازرق. وقتها بيرني قرر يمشي من المدينه، وخصوصا لما عرف ان سيندر مراته حامل في امبر. وتاني يوم بنشوف امبر وهي رايحه للمؤسسه اللي ويت شغال فيها وبتطلب منه انها تقابل رئيسته اللي بنعرف ان اسمها جيل، لكن ويت بيقول لها ان جيل ما جاتش النهارده بسبب انها في الملعب بتشجع فريقها في المباراه بتاعته. وقتها امبر بتقرر انها تروح الملعب علشان تتكلم مع جيل بمشكله قفل المتجر بتاعها. وفعلا بتوصل لامبر للملعب، لكن جيل بتعملها بغرور وبتقول لها انا مش عاوز اتكلم في اي حاجه تخص الشغل دلوقتي وسيبيني استمتع بالماتش. وبتبدا وقتها امبر تتنمر على اللعيبه بتوع فريق جيل لان اللعيبه كانوا عباره عن سحاب. وساعتها جيل بتوصف امبر بانها كره نار وبيتصابوا على بعض جدا، وكمان جيل عصبيتها بتزيد بسبب ان فريقها خسران. لكن ويت بيبدا يشجع لعيبه الفريق اللي
جيل بتشجعه، وساعتها الفريق بيتحسن وبيكسب. وبعد الماتش جيل بيكون فرحانه علشان الفريق بتاعها كسب، وبتقبل الاقتراح بتاع ويت اللي بيكون انهم هيدوروا على مصدر التسريب بتاع الميه هيعالجوه، وبعدها يخلوا امبر تعيد افتتاح متجرها مره تانية. وبنشوف امبر مع ويت، وبتقدر امبر تستخدم النار وتنفخ المنطاد. وقتها بيطلعوا فوق المدينه علشان يشوفوا سبب التسريب من فوق، وبعد ما بيدوروا شويه بيشوفوا مكان فيه فتحه كبيره، وبينزلوا علشان يقربوا من المكان. وبنشوف ويت بيقول لامبر ان ده اكيد هو سبب التسريب، وفعلا لما بتعدي مركب قريب من المكان ده الميه ضغطها بيزيد وتسريبها بيكون عالي جدا. وساعتها ويت بيعرف امبر انهم لازم يسدوا التسريب ده باي شكل حتى لو مؤقتا، لانه لو فضل موجود هيعمل مشاكل كبيره في المدينه. وبعدها امبر بتساعد ويت وبيقدروا يجمعوا اكياس رمله كتيره وبيسدوا بيها الفتحه، لكن ويت بيعرف امبر ان ده مجرد حل مؤقت، وانه لازم يبلغ المؤسسه بتاعته علشان يقدروا يحلوا المشكله دي قبل يوم الجمعه. وفي الفتره اللي بعد كده بيبداوا يقربوا من بعض وبيتقابلوا كذا مره وبيقضوا وقت حلو مع بعض. وفي يوم بيكون ويت عند امبر في المتجر، وفجاه بني بيدخل عليهم، ووقتها ويت بيتوتر جدا وبيقول لبني انه مفتش الاكل، ولان بني شاكك فيه ومش حابب بنته تكون على علاقه بعنصر الميه بياخد ويت فوق في المتجر وبيقدم له جمر. وساعتها ويت بيضطر انه ياكل الجمر علشان يقنع بني انه مش من عنصر الميه، ومع ذلك بني مش بيقتنع وبيفضل متاكد ان ويت من عنصر الميه، علشان كده بيطرده من المتجر وبيقول له اياك تيجي هنا تاني. وبنشوف بعد كده ويت وهو بيقابل امبر على شاطئ البحر، وبيعملوا كده علشان يجمعوا اكياس رمله يسدوا بيها الفتحه اللي عامله التسريب، لان الاكياس القديمه خلاص مش نافعه. وهناك ويت بيلاحظ ان النار بتاعت امبر خلت الرمله بتاعت البحر تتحول لازاز، وبيستنتج انهم ممكن جدا يستخدموا النار دي ويحولوا كميه كبيره من الرمله وياخدوا الازاز ده يسدوا بيه الفتحه وينقذوا المدينه من تسريب الميه. وفي نفس الوقت تقدر امبر تفتح المتجر بتاعها مره تانية. وفعلا بيمشوا من المكان، وويت بيعرف امبر انه يعرض الفكره دي على جيل، وبتروح امبر وبتتقابل مع اسره ويت. ولما واحد من الاسره بيكسر ابريق من غير ما يقصد، ساعتها بتقدر امبر بمنتهى الفن تصلح الابريق اللي اتكسر، لانها بتستخدم النار بتاعتها في انها تلحم الازازه مره تانية. وبنشوف مامة ويت وهي بتقول لامبر انها موهوبه جدا. وبعد كده بنشوف ويت وهو بيطلب من امبر انهم يلعبوا لعبه العياط، ووقتها امبر بتقول له انا اكيد هكسب لان عمري ما عيطت، لكن انت على طول بتعيط. بس الغريب ان ويت لما بيبدا يتكلم وبيقول لامبر عن مشاعره ناحيتها وانه نفسه يقرب منها، وقتها امبر بتعيط، وده طبعا لانها عارفه انهم عمرهم ما هيقربوا من البعض، لان العناصر دايما عندها قوانين ان ما ينفعش عنصرين ضد بعض زي الميه والنار يبقوا مع بعض. وفي الوقت ده بتيجي مكالمه من جيل اللي بتعرف ويت انها مرحبه جدا بالفكره بتاعه الازاز، وبتقول له انهم لما سدوا الفتحه بالازاز كان الموضوع كويس جدا، وبالتالي مفيش اي مخالفات على المتجر بتاع امبر خالص. لكن الغريب ان امبر ما بيكونش مبسوطه وبتمشي من الفندق وهي متنرفزه، وساعتها ويت بيروح لها وبيقول لها ايه اللي مزعلك، احنا خلاص حلينا المشكله. لكن امبر بترد عليه وبتقول له انا كنت فاكره ان اهم حاجه ان نمسك اداره المتجر، لكن دلوقتي انا مش حاسه اني مبسوطه بالموضوع ده. وبتلاحظ ان سندر مامة امبر شافت بنتها وهي بتقابل ويت، ودي طبعا حاجه هي بتستغرب لها جدا. لما سندر بتتكلم مع بنتها وقتها امبر بتقول لها يا ماما ده مجرد صديق مش اكتر، لكن مامتها بتكون مش مصدقاها وبتقول لها انا متاكده انكم بتحبوا بعض، علشان كده لازم اخدكم البيت واشوف التوافق اللي بينكم. والغريب انهم لما بيروحوا البيت بيختلط الدخان بتاع النار مع البخار بتاع الميه، بتبقى دي علامه على التوافق. قبل ما سندر تقول لهم النتيجه بيوصل بيرني، وقتها ويت بيتوتر جدا وبيهرب من المكان بسرعه، وامبر بتقفل الباب على ويت. وبيبدا بيرني يتكلم ويقول لهم انا خلاص بقيت شايف ان امبر بتقدر تتحمل المسؤوليه بتاعت المتجر كامله، علشان كده لازم تكونوا عارفين اني خلاص هتقاعد بقى من الشغل في المتجر كمان يومين، وامبر هي اللي هتبقى مسؤوله في المكان عن كل حاجه وكأن المتجر بتاعها. وكمان بيرني بيطلع يافطه من معاه، واليافطه بيكون مكتوب عليها متجر نار امبر. وبيحكي لهم كمان عن انه مش عايز يكرر غلطه ابوه، لانه لما كان ماشي من مدينه النار اللي كان عايش فيها مع ابوه ادى لابوه قوس النار الكبير، ودي اكبر علامه احترام موجوده في مدينه النار. لكن للاسف ابوه رفض يرد له الاحترام، وده لان ابوه كان معترض على قرار انه هيهاجر من مدينه النار. وساعتها بيرني كان زعلان جدا، وعلشان كده بيحاول يخلي علاقته ببنته احسن من علاقه ابوه بيه. وبيقول لهم كمان على الرغم من اني خسرت عيلتي لكن دايما شايف اني عملت القرار الصح. وبيتكلم مع مراته وبنته بيقول لهم انا مكتفي بيكم عن اي حاجه. وبيعرفهم كمان انه يعلن ان امبر بقت رئيسه المتجر في الاحتفال الكبير. وطبعا امبر بيكون زعلانه من الكلام ده، لانها بيكون مش شايفه انها حابه تكون مديره المتجر زي ما احنا شفنا قبل كده لما اتكلمت مع ويت. وفي نفس الوقت بيكون واقعه في حيره نفسيه كبيره بسبب انها شافت قد ايه اهلها ضحوا بحاجات كتيره علشانها، وطبعا ده بيخليها عاوزه تسمع كلامهم. ولما
لما بتفضل في الحيره دي وقت طويل بتقرر تزور ويت وبتقول له انا مش عاوزاك تزعل من اللي انا هقوله، لكن انا وانت لازم نقطع علاقتنا ببعض لاني مش عاوزه اخسر اهلي، وهم لو عرفوا اني على علاقه براجل الميه وقتها هيزعلوا مني جدا. لكن ويت بيقول لها انا هسيبك تعملي اللي انت عاوزاه بس بعد ما تشوفي المفاجاه اللي انا محضرها لك. وقتها ويت بياخد امبر وبيدخلها جوه فقاعه وبيخليها تشوف الزهور وهي بتتفتح، ودي اصلا بيكون من ضمن احلام امبر من وهي صغيره. وبعد ما بتخلص المغامره دي امبر بيكون فرحانه جدا، وبنشوف ويت وهو بيتكلم معاها وبيقول لها انه بيحبها وبيطلب منها انه يمسك ايدها، لكن امبر بيكون خايفه وبتقول له انهم ما ينفعش يلمسوا بعض. لكن ويت بيقرب منها وفعلا بيمسك ايدها، والغريب ان مفيش اي حاجه بتحصل وبيفضلوا يرقصوا مع بعض تحت ضوء القمر. لكن فجاه امبر بتشوف اعلانات للمتجر بتاع ابوها، وساعتها بتفتكر اهلها مره تانية وبتقول لويت شكرا على المفاجاه بس انا مضطره امشي دلوقتي ولازم ارجع لحياتي الطبيعيه. لكن ويت بيرد عليها وبيقول لها انا بس عاوزك تتكلمي مع ابوكي بعقلانيه وتطلبي منه انه يسيبك تحققي احلامك وتعملي اللي بيفرحك فعلا. لكن امبر بتقول له انت مش عارف احساس انك تكون منتمي لاسره ضحوا بكل حاجه علشانك، علشان كده سامحنا انا مش هقدر اتكلم معاهم في اي حاجه ممكن تزعلهم مني. وتاني يوم بنشوف بني وهو بيسلم اللهب الازرق لبنته، ودي بتكون علامه على انه خلاص بيسلم لها اداره المتجر. وفجاه بيظهر ويت وبيبوظ الحفله وبيقول لهم يا جماعه انتم فاهمين العلاقه بين العناصر غلط، واكبر دليل على كده ان انا وامبر لمسنا بعض وما حصلش اي حاجه. ودي طبعا حاجه بتنرفز بني جدا وبتخليه يلغي التعاقد بتاعه، وكمان بيزعل لبنته وبيقول لها انت كده خلاص فقدتي ثقتي فيكي. وقتها امبر بتتعصب جدا على ويت وكمان بتطرده من الحفله قدام كل اللي موجودين. وبعد كده امبر بتحاول تنسى لكن الذكريات اللي بينها وبين ويت، وكمان ويت بيحاول ينساها لكنه بيفضل فاكرها. وبتستعد امبر علشان تمشي من المكان ده وتروح مدينه تانية، لكن فجاه بتشوف الازاز وهو بيتكسر وتسريب الميه بيكون قوي جدا المره دي، وامبر بتتوقع انه هيحصل فيضان في المدينه يغرقها كلها، وعلشان كده بتحاول امبر تسيطر على الوضع لكن مش بيكون قادره لوحدها. وفي الوقت ده ويت بيكون مقرر يركب طياره ويمشي من المدينه هو كمان علشان ينسى امبر. لكن اول ما بيشوف الفيضان بدا بيرجع بسرعه وبيتقابل مع امبر وبيبدا يساعدها علشان ينقذوا المدينه. وبتتجه امبر بسرعه على بيتها علشان تنقذ اللهب الازرق، لكن للاسف بتكون في ميه كتيره جدا دخلت بالفعل للبيت، وبتبدا امبر تسد الفتحات اللي بتدخل الميه بالازاز، لكن الازاز بيتكسر بسرعه وساعتها ويت بيقف هو بنفسه علشان يسد الفتحات، لكن الميه بتكتر وبيتحصروا في البيت. وساعتها ويت بيتكلم مع امبر وبيقول لها حتى لو كانت نهايتي هنا انا مش زعلان. وقتها امبر بتقول اللي في قلبها وبتعرف ويت انها بتحبه، الاتنين وقتها بيحضنوا بعض وساعتها البخار بيملى المكان وبينشف الميه. وطبعا وقتها ويت بيتحول من الحاله السائله للحاله الغازيه، علشان كده لما الموضوع بيخلص والميه بتنشف بتفضل امبر تدور عليه لكنها مش بتلاقيه، وساعتها بتزعل جدا وبتضطر تقول لاهلها ان ويت خلاص مات. وكمان في اللحظه دي امبر بتلاقي الشجاعه جواها انها تعترف اخيرا لابوها انها مش بتحلم تدير المتجر ولا شايفه نفسها في الموضوع ده. وقتها ابوها بيقول لها اداره المتجر ما كانتش الحلم لكن يا حبيبتي انت الحلم، وبيحضنها. وبعد كده ويت بيقدر يرجع مره تانية للحاله السائله، وساعتها امبر بتفرح جدا لانها بتعرف انه لسه عايش. وبعد ما المدينه بتنجو من تسريب الميه كل العناصر اللي فيها بيعرفوا ان كل عنصر محتاج للعنصر التاني، وبنشوف بني وسندر بيجيبوا زوجين عاديين علشان يديروا المتجر وبيستمتعوا هم بالتقاعد بتاعهم. وبنعرف كمان ان ويت وامبر تم اختيارهم علشان يشتغلوا في شركه ازاز كبيره، وبنشوفهم هم بيركبوا المركب علشان يتحركوا للشركه دي، وكل المدينه بتعيش في سلام وامان. وبس كده بيخلص فيلمنا، اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، ما تبخلش لنا باللايك تشجيعا لينا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل دايما. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، واستنونا في افلام كتيره جايه قريب، واشوفكم على خير ومع السلامه.